بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. تحية طيبة لكل المشاهدين ومتتبعين قناة مليح تيفي بالولايات المتحدة الأمريكية. تحية طيبة لكل الإخوة والأخوات اللي كيتركوا تعليقات كتحمل ارتساماتهم ورضاهم على كل ما كنقدم لعشاق شعر الملحون. مازالين أخواتي إخواني مواصلين حديثنا عن شعر الملحون والتعريف بهذا التراث الأدبي المغربي الأصيل، والكشف عما فيه من أسرار وخبايا، والتعريف بديك القصائد العصماء اللي ضمنها شاعر الملحون من فنون البلاغة ودقائق المعاني وسلاسة اللفظ ما يخرس الفصحاء ويخجل البلغاء، وأودعها من الحكم والمواعظ والأمثال ما حير أولي الألباب. واليوم إخواني احنا مازالين مواصلين حديثنا عن هذا التراث، مرة كنشرحوا قصائد، مرة كنتطرقوا لتراجيم شعراء، مرة كنشوفوا عروض وبنية القصيدة في شعر الملحون. وكيف ما وعدتكم احنا مازالين مواصلين حديثنا عن زاوية سيدي عبد القادر العلمي ومن تخرجوا من هذه الزاوية، وفتحنا بين قوسين كنشرحوا قصيدة الدار لسيدي قدور العلمي باش نتحققوا من ديك الروايات والأساطير والخرافات اللي توارثناها. ومن ضمن هذه الروايات الرواية اللي كتقول أن المكنسة باعوا لسيدي عبد القادر العلمي الدار وخانوا الأمانة، وهذا باطل بعدة أوجه. كما سبق لي وذكرت لكم أنه سيدي عبد القادر العلمي كان صديق السلطان، وما كاينش شي واحد اللي غتعطيه نفسه يتلاعب مع واحد صاحب السلطان. ثانيا سيدي عبد القادر العلمي كانوا عنده 3 نتاع الديور ماشي غير دار وحده. ثالثا الباحثين، الله يرحم واحد الباحث بجوج، واحد من مراكش وواحد من مكناس، سي عبد الله شليح من مدينة مراكش. تكبد عناء السفر وجا حتى لمكناس، وتلاقى مع واحد الصديق ديالو الله يرحمه حتى هو، الأمين الديبي الشريف العلوي، وكان المشروع ديالهم هي البحث في هذه الأسطورة في هذه القصة. ومشاو كيقلبوا في السجلات العقارية، ولقاو أن هاد الديور من نهار اللي ورثهم سيدي عبد القادر العلمي على باه حتى دخلوا للسجل الأحباس، لأنهم تحبسوا على داك الجامع اللي بناه سيدي عبد القادر العلمي. وكيف ما كتعرفوا إخواني أنه ملي كنكونوا كنبحثوا في واحد الشخصية فمن الضروري استحضار الزمان والمكان. فالزمان كيخبرونا عليه المراجع التاريخية، وكيف ما خبرنا مولي عبد الرحمن بن زيدان مؤرخ العاصمة الإسماعيلية مكناس في كتابه إتحاف أعلام الناس في أخبار حضيرة مدينة مكناس. فهنا كنستعنوا بالمراجع التاريخية باش كنعرفوا الزمان وباش كنعرفوا المكان من خلال استنطاق ديك القصائد اللي خلى داك الشيخ، بحال كيف ما اليوم حنا كنتطرقوا لاستنطاق هذه القصيدة اللي سموها الدار، وكاين اللي كيسميها المكناسية. وسردت لكم إخواني وشرحت لكم القسم الأول والقسم الثاني، ووقفنا عند القسم الثالث اللي كيقول فيه: يسر في الناس من بغليد الجلية وفرح قلبو على محاني وكداري، يسر في الناس من عطف قلبو ليا وشفق من حالتي وبدل في غياري، يسر في الناس من طنز وضحك فيا يوم فراقي على أحبابي وكاري، يسر في الناس من فتري عليا زين لي في الخروج من عتبة داري ومشيت في ليلتي من الساعة كاري. سبق لي إخواني شرحت هذه القصيدة، وواحد من الإخوان عقب على داك الشرح اللي شرحت به أنا. هذه القصيدة، هذا المقطع شنو كيقول هنا؟ كيقول: يسر في الناس، يسر في الناس. ومعنى هذا يسر في الناس، هذه الكلمة نتاع يسر كتعني الكثير، وفي مناطق أخرى كتعني القليل اليسير أي القليل، ولكن كلا الطرحين لا الكثير ولا القليل ما صلحش لينا باش نشرحوا هذا البيت. ياسر في الناس المعنى ديالها
أي سر هذا الذي جعل الناس يختلفون في شأنه؟ منهم من تنزل وضحك فيا وعجبو الحال، ومنهم من شفق عليا، ومنهم من فتح عليا الري وزين لي في الخروج من عتبة داري. يعني المعنى نتاع كلمة ياسر ماشي كيف ما كنعرفوها في اللهجة العامية الدارجة، فهي الأصل ديالها أي سر هذا، يتساءل، هو تساؤل، أي سر هذا الذي جعل الناس ياسر في الناس من تنز وضحك فيا، ياسر في الناس من بغى ليد الجلية وفرح قلبو على محاني وكداري، ياسر في الناس من عطف قلب من تنز وضحك فيا يوم فراقي على حبابي وكاري، ياسر في الناس من تنز وضحك فيا يوم فراقي على حبابي وكاري، ياسر في الناس من عطف قلبو ليا وشفق من حالتي وبدل في غياري، ياسر في الناس من فتري عليا وزين لي في الخروج من عتبة داري ومشيت في ليلتي من الساعة كاري. كلمة الدار في هذه القصيدة كلها جات جوج مرات. المرة الأولى كاينة في الحربة، واش ما عار عليكم يا رجال مكناس مشات داري فحماكم يا أهل القرى. وهنا في هذا القسم هذا في هذا المقطع كيقول ياسر في الناس من فتر ري عليا وزين لي في الخروج من عتبة داري ومشيت في ليلتي من الساعة كاري. زين لي في الخروج من عتبة داري ماشي معناه أنني زين لي بالبيع، لا، ما كاينش البيع هنا، كاين زين لي في الخروج من عتبة داري، أي هذاك السيد اللي فتح عليا الرأي باش نهاجر من مكناس ونمشي إلى مراكش. في مكناس عندي ديور فين نسكن وعند أمة في مراكش ما عنديش، إذن غادي نكري. وعلاش هو كاع غادي يمشي لهاد مراكش؟ هنا إخواني طرحت واحد العدد نتاع الأسئلة ورجعت لديك المراجع التاريخية. كنرجع للمرجع التاريخي عند مولاي عبد الرحمن بن زيدان في كتابه الإتحاف شنو كيقول؟ من بعد ما تكلم على سيدي عبد القادر العالمي وعطى النسب ديالو وعطى التاريخ ديالو فوقاش توفى والسن اللي كانت في عمره، قال أنه كان نشأ في صيانة وعفاف. قال عليه نشأ في صيانة وعفاف لا يعرف لعبا ولا لهوا ولا ما يرجع لزخرف الحياة. هنا أنا كنطرح واحد العدد نتاع الأسئلة كيتبادر لي للذهن عدة أسئلة. نشأ في صيانة وعفاف، هاد النعت كنطلقوه على البنت، ما كيتطلقش على الولد أو على الذكر، لا كيتطلق على البنت أنها نشأت في صيانة وعفاف، أنها بنت دارهم. كنقولوها بالدارجة ولكن ما كنقولوهاش على الراجل. إلا قلنا للراجل ولد دارهم ما معناه أننا كنقصو من قدرو أنه ما عنده خبرة. قال لك نشأ في صيانة وعفاف لا يعرف لعبا ولا لهو ولا ما يرجع لزخرف الحياة. الله ودي علاه هو خلاق ولي الله؟ هذه الأسئلة كلها كتطرح. وكيزيد عبد الرحمن بن زيدان وكيكمل كيقول أن سيدي عبد القادر العالمي تكلم مع واحد الإمام فقيه اسمه فضل المرنيشي، كان إمام في جامع الزيتونة عندنا في مكناس، وقال له أنني لم أتزوج ولم أعرف النساء قط بل ولم أحتلم حتى أدركت مقامات الكاملين وغاية درجات الواصلين. أنا إخواني هنا أنا كباحث كإنسان ولد القرن ال21 كنقول مع راسي أن درجة الكاملين وغاية الواصلين ما كتدركش بالرهبانية، ما كتدركش بعدم الزواج، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويغتسل وكان يصوم ويفطر وكان يقوم وينام وهو أعبد الناس. فهذا ماشي معيار نتاع ديك القداسة باش نعطيوه قداسة، لا. إذن فإذا كان هذا الأمر صحيح أنه لم يتزوج ولم يعرف النساء قط، فإذا كاين شي خلل اللي منعو من الزواج. وهذا الخلل إلا كان هو خلل جسماني فلا بد غتكون عنده مخلفات نفسية، لا بد غتكون عنده مخلفات نفسية. هذيك المخلفات النفسية هي اللي صنعت لنا سيدي عبد القادر العالمي.
لأن سيدي عبد القادر العالمي النهار اللي خلق النهار الأول ما عرفوش واش ولد ولا بنت، وملي عرضوا الأمر على باه قال لهم الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولذلك سمي عبد القادر. لكن الزمان اللي خلق فيه حنا كنعرفوا أنه هذا السيد توفى في 1850 على سن 112 سنة، يعني حنا كنهضروا على واحد خلق في 1738 أو 1740. 1740 إخواني كي خصك تستحضر المجتمع المغربي آنذاك كيفاش كانت ثقافته، كيفاش كان كيشوف ذاك الإنسان، كيفاش كان كيشوف المرأة. المجتمع المغربي حينها كانت عنده واحد القاعدة في الزواج، كانوا كيزوجوا ولادهم بكري، وكان كيقول لك اللي مات عزري كيتحشر مع الشياطين، يعني أنهم كانوا كيتشائموا من الإنسان إلا كان ما مجوش، فلا بدا كيكون موضع شبهات ولا بدا كيكون تحت المجهر. ولكن سيدي عبد القادر العالمي وإن كانت توضع تحت المجهر ولكن هو بريء من أي شبهة، من أي شبهة هو بريء منها. المجتمع ما كيرحمش، ولذلك كانوا الناس كيتشائموا من تلقاه على صباح، وكان كيقول له صبحت على داك خينا، شكون؟ فعاد ما يقول له عبد القادر كيقول له داك قدور، فهي تحقير منه. وهنا فاش قال يسر في الناس من بغاليد الجلية وفرح قلبه على محاني وكداري، يسر في الناس يسر في الناس يسر في الناس، أي هو كيتساءل أي سر هذا؟ وزين لي في الخروج من عتبة داري ومشيت في ليلتي من الساعة كاري، من كترني بحبابي لا نكون في الخير، يضل وكري ويبات مجمعهم عامر، شحال من صاحب توجد لي وكم من عشير، إلا يكون طعامي في كل وقت حاضر، برات الدار حديرة غير تنقب تطير، كيف حوت المشرع يجري على السنانر، هكذاك صحابي داروا جميع بالكاس، يوم فرغت يدي لم راسم، ومن لقيتو من عشراني يهز لي الراس، تقول عمرهم ما كناوني باسم. الى درجه انه ما بقاوش كيبغيو يقولوا له عبد القادر، لانهم هما مشات قدور وتشنعات عليه قدور، وما كيبغيش يقول له قدور في وجهه، كيهز له غير راسو ملي كيتلقاه في الصباح كيدير له انا، كيهز له غير راسو كانه عمره ما سماوني باسم. هذا القسم الثالث، وكنظن ان هذا القسم الثالث هذا راه واضح شفاف ما فيه ما يتشرح، واضح كيتدمر من ديك الشوفه نتاع الناس، من ديك الوخزه اللي كيوخزوه الناس بديك النظرات ديالهم، تقول عمرهم ما كناوني باسم. ودخل في القسم الرابع، شنو كيقول؟ الحباب اللي كنت نعتادي يحشمو ويلا انا يحتاج تيرفدو عاري، عادوا يدويو من ورايا ويشتمو بكلام قصح من مبازق ويباري، ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين بشرتي ونضحك ونداري، وطويت القلب الحزين على همو وصبرت لما قضى الخلاق الباري، حد حرمتي وحد عزي في داري. الحباب اللي كنت نعتادي يحشمو ولا انا يحتاج تيرفدو عاري، عادوا يدويو من ورايا ويشتمو بكلام قصح من مبازق ويباري. لي باري راهم باينين هما لي باري، والمبازق هو اللي شفى هذيك الابره الغليظه اللي كتكون عند الخراز كيتقب بها الجلد وعاد كيدوز الخيط والابره، كيتسمى المبزق او المبازق الجمع ديالها مبازق ويباري. ونحس بديهم فيا ونكتبو، كنحس بداك الكلام اللي كيقولوه في ظهري كنحس به ونحس بديهم. هو عاوتاني ذكرنا الدي هنا، وهذه هي المره الرابعه اللي كيذكرنا كيستعمل هذه اللفظه، ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين بشرتي ونضحك ونداري، ونزين بشرتي ونضحك ونداري. واحد الشاعر قال وقصيدة غنتها أم كلثوم، يقولون لي غني وفي القلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح. كاينة في قصيدة غريب على باب الرجاء، ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين بصرتي ونضحك ونداري، وطويت القلب الحزين على همو وصبرت لما قضى الخلاق الباري، حد حرمتي وحد عزي في داري. هنا كيأكد لك على أنه الضرة ما تباعش،
حد عزي حد حرمتي الحرمة ديالي، الحرمات ديالي، حد حرمتي وحد عزي في داري. وكيزيد يسترسل في هذا المقطع الرابع وكيقول لك: الله يرحم الشيخ الفايزين الأحبار، كل شيء خلاوه للحادثين مشهور. الحين الضيق اللي توريك طبع الأحرار، تعرفك بحبيبك واللي عدوك مخبور، والنكد يتفاجأ وتفوت وقت الغيار، والإفادة تغنم بها سنين وشهور. يستاهل من يبني سورو بغير كلساس، ويستاهل من يدخل الحرب بغير صارم، ويستاهل من يدخل البحور دون رياس، ويستاهل من يسلك الطواد بالسلاقم. الحباب اللي كنت نعتادي يحشمو ولنا يحتاج ترفدو عاري، عادو يدويو من ورايا ويشتمو بكلام قصح من البازق ويباري، ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين بصوتي ونضحك ونداري، وطويت القلب الحزين على همو، وصبرت لما قضى الخلاق حد حرمتي. الله يرحم الشيخ الفايزين الأحبار. كل شيخ غادي مثال كنقولوه، هذا مثال استعملوه عبد القادر العالمي هنا: الله يرحم الشيخ الفايزين الأحبار. وهنا إخواني باش تعرفوا أن المغاربة واحد الثقافة عندهم. الأحبار أو الحبر هو رجل دين عند اليهود، ولكن كذلك كان وصفوا به رجل الدين عند المسلمين، ملي كيكون شي فقيه كبير وعلامة جامع عدة علوم من فقه ومن تاريخ ومن أداب ومن كنعيطوا له الحبر. وهذا استعارة وتشبيه لذاك الحبر ديالنا. الله يرحم الشيخ الفايزين الأحبار، كل شيء خلاوه للحادثين مشهور. محاين الضيق، وقال لك محاين الضيق اللي توريك طبع الأحرار. في الشدة كيتعرف الصديق من العدو، في الشدة ديالك ملي كتكون في الشدة تما كيتعرف الصديق من العدو. محاين الضيق هي اللي غتوريك طبع الأحرار، هذيك المحن نتاع الضيق هي اللي كتوريك طبع نتاع الناس الأحرار. والمقصود بالأحرار هما دوك صحابك وحبابك اللي كتعرف شكون فيهم اللي صديق حر، أو شكون هو اللي من الأحباب الأحرار. محاين الضيق اللي توريك، وكان من المفروض يقول هي اللي توريك، ولكن لضرورة الوزن ما دخلتلوش ديك هي، وقال محاين الضيق اللي توريك طبع الأحرار. تعرفك بحبيبك واللي عدوك مخبر، كتعرفك بالصديق الصادق واللي هو عدوك مخبور. الله يرحم الإمام أحمد بن إدريس الشافعي قال: إن لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. إن لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. محاين الضيق اللي توريك طبع الحرار، تعرفك بحبيبك واللي عدوك مخبور، والنكد يتفاجأ وتفوت وقت الغيار، والإفادة تغنم بها سنين وشهور. ديك الشدة وداك الضيق وداك الحزة اللي كدا اللي احتاجيتي فيها داك الصديق ولا داك الحبيب وما لقيتيهش، هذيك الشدة غدوز، ما غدومش حتى شدة ما كدوم، من بعد العسر يسر حتى شدة ما كدوم. ولكن انت كيخصك تستافد من ديك العبرة. محاين الضيق اللي توريك طبع الحرار، تعرفك بحبيبك واللي عدوك مخبور، والنكد يتفاجأ وتفوت وقت الغيار، والإفادة تغنم بها سنين وشهور. يستاهل من يبني سورو بغير تلساس. قال لك يعني الصداقة كيبغي يقول لك أنه الصداقة خصها تكون مبنية على أسس، ولا يمكن للإنسان أن يبني بناء بدون أساسات، بدون الساس. كنعيطوا له الساس. يستاهل، يستحق، يستاهل، يستحق، يمكن. هذا هو يستاهل. يستاهل من يبني سورو بغير كلساس، ويستاهل من يدخل للحرب بغير صارم، وشي واحد غيدخل للحرب بدون سلاح، ويستاهل من يدخل للحرب بغير صارم، ويستاهل من يدخل للبحور دون رياس، ويستاهل من يسلك الطواد بالسلاقم. الطواد هما الجبال، والسلاقم هما الإبل الضخمة. الإبل ملي كيكون واحد الجمل أو إبل كثيرة وكيكون ضخم عتي، هذاك الجمل اللي هو ثقيل وغليظ وتخين ما يمكنش تسلك به الجبال. الجبال كتسلك بواحد الدابة اللي كتكون خفيفة.
ما غتسلكوش ما غتسلكش الطواد بالسلاقم. السلاقم هما الإبل الضخمة، يستاهل من يسلك الطواد بالسلاقم. هنا كيدخل في القسم الخامس. هو خاب لي الظن في الصحاب، الله خاب لي الظن في الحباب، اللي بيهم كنت نفخر ونفايش، فيا خلاو سم الظفار والنياب، وإلا ظهرو يهرنو مثل الهوارش، قلوب قصا من الحجر وجوه صلاب، وقفال الهند ما نطرش وبنطرش، وجوه تقول مرحبا بمجي الحباب، وقلوب مكرش نرا ولا تحمل غاوش، والله ما بقات حرمة الدراوش. الله خاب لي الظن في الصحاب أو في الحباب، اللي بيهم كنت نفخر ونفايش. كلام واضح. فيا خلاو سم الظفار والنياب، وإلا ظهروا يهرنو مثل الهوارش، قلوب قسا من الحجر ووجوه صلاب، وقفال الهند ما نطرش وبنطرش، لسون تقول مرحبا بمجي الحباب، وقلوب مكنشرة ولا تحمل غاوش، والله ما بقات حرمة الدراوش. كلام واضح. لسونهم يجرحوا وعيونهم يكويو، صباعهم يشيروا الخصام والدعاوي، يقيلوا ويباتوا مثل الدياب يعويو، ملوكهم يطلعوا في الحين غير جاوي، من تدرق عنهم يبقاو فيه يدويو، يقطعوا الحمو في الساعة بلا جناوي. عرفتني هاد الحزاب سيرة الناس، ويحمل لا عنده في مخازنه دراهم، صحبة زلاغي عندي من قوارة نحاس. قال لك سحبت زلاغي عندي، زلاغي هو ريال او سنتيم او واحد القطعه نقديه كانت كتتداول، اسمها زلاغ او زلاغي، وكان مصنوع من النحاس. سحبت زلاغي عندي من قوارة نحاس، من قيراط نحاس، خير من سحبت شر الخلق من بنادم. وغادي نكتفي بهذا القدر، لان هاد القصيدة هذه فيها 9 المقاطع، وإلى حد الآن رحنا شرحنا 5 من 9 نتاع المقاطع، ومازالين إن شاء الله غادي نواصلوا الحديث ديالنا في هذه القصيدة، نكملوها ونشرحوها ونرجعوا للتلاميذ نتاع سيدي عبد القادر العالمي، لأنه كنت حصيت 28 اسم، ويلا تكلمنا على 3 الأسماء، وهذا 28 اسم انا ماشي كنقول لكم انهم تلاميذ نتاع سيدي عبد القادر العالمي، الناس كامله كتقول انهم تلاميذ سيدي عبد القادر العالمي، بما فيهم الدكتور عباس الجراري، بما فيهم محمد الفاسي في ترجمه شعراء الملحون، بما فيهم واحد العدد نتاع المراجع اللي كتقول انهم. ولكن انا كنتحقق انا وياكم كنتحققوا من هذا الامر، واش هما تلاميذ نتاع سيدي عبد القادر العالمي، لاننا شفنا العربي المكناسي ولقينا انه المسافه ما بينه وما بين سيدي عبد القادر العالمي كاينه واحد المسافه لا يستهان بها، وما يمكنش يكون خضع على سيدي عبد القادر العالمي مباشره، لا ما خضعش على سيدي عبد القادر العالمي مباشره، وان كان يقدر يكون دركو في الحياه ديالو، ولكن ما خضعش عليه مباشره. وهذا الشيء راح تكلمت عليه هنا في هذه القناه هذه، وشرحت هذا الامر هذا. لكن بعض الاخوان واحد السيد خدا هذاك المفهوم ومشى كيكثر شي شويه د الهضره، ماشي مشكل. حنا المغاربه كنقول عندنا واحد المثال كيقول الله يجعلنا غابه والناس حطابه، هذا هو اللي كاين. فانا داكشي اللي كنقول اخواني هو كلامي ديالي انا، ولا الزم به احد، وكلامي صواب يحتمل الخطا، وكلام غيري خطا يحتمل الصواب. فتحيه طيبه لكم جميعا، وجزيل الشكر لكل الإخوة والأخوات اللي كيتركوا ديك التعليقات كتحمل ارتساماتهم وكتشجعني على المثابرة والاستمرارية، فلكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.